اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الورد على عيونكم جميعا. النهاردة بقى كده هنعمل مع بعض الفطير المشلتت. يلا بينا كده بقى نصلي على الرسول ونبتدي الفيديو بتاعنا. انا جبت بقى كده البولة زي ما حضراتكم شايفين ونزلت فيها ب2 كيلو من الدقيق. الدقيق اللي انا استخدمته النهارده هو دقيق الضحى. ممكن تستخدمي اي نوع دقيق انت حباه، بس وانت بتشتريه من عند العطار او السوبر ماركت قولي له انا عايزه دقيق للفطير المشلتت، بيكون ليه نوع دقيق معين علشان الدقيق يعمل معاكي عرق. بعد كده بقى ما حطيت ال2 كيلو دقيق في البولة، هنزل عليهم ب4 معالق كبار من السكر، وهنزل بمعلقة صغيرة من الملح. الفطير يا جماعة مش بيتحط له خميرة، احنا بنحط له سكر وملح فقط لا غير. هقلب بقى كده السكر مع الملح مع الدقيق كويس جدا، وهنزل بقى كده بالمية، وهنزل بالمية بالتدريج. انا مش هنزل بالمية او بالسوائل كلها مرة واحدة، انا هنزل بالميه بالتدريج لحد كده ما الاقي العجينه اتلمت في ايديا. الميه مش بتنزلوا بيها مره واحده، علشان الدقيق يا جماعه بيختلف من نوع للتاني. في دقيق ممكن يشرب سوائل كتير، وفي دقيق يعني بياخد السوائل مش كتير. يبقى هننزل كده بالميه لحد كده ما نلاقي العجينه بدات كده تتلم في ايدينا. معلش بقى كده ايه، انا هشيل الطبليه علشان يعني ايه يعني الطبليه عاليه عليا، وانا عايزه كده اتحكم في البوله علشان اعجن كويس. اهو كده بقى زي ما حضراتكم شايفين، انا نزلت كده بالميه وبدات كده الم العجين بتاعي. خلوا بالكم بقى كده هتلاقوا العجينه ملزقه، ما تقلقوش من اي حاجه، التلزيق ده عادي جدا. لان في ناس بقى كده اللي هي هتجربه اول مره هتقولك دي العجينه ملزقه وكده يبقى العجينه مش مظبوطه او باظت مني. لا ما تقلقيش، ابدأي بس اعجني لحد كده ما تلاقي العجينه بدات تسيب ايديكي وبدات تتلم معاكي كويس جدا. جربي ما تقلقيش، وما تقلقيش من التلزيق اللي هيكون في العجينة، لان ده بقى كده التلزيق ده هو العرق اللي بيكون في الدقيق اللي انا محتاجاه. هبدأ بقى كده، بصوا اهو، بصوا ايديا كده ملزقة زي ما انتوا شايفين. هبدأ برضو اعجن لحد كده ما الاقي العجينة سابت ايديا. هنزل بقى كده بمعلقة واحدة بس كده على ايديا بالزيت. يعني لو انتوا بالازازة مش عارفين تتحكموا، جيبوا معلقة وحطوا معلقة زيت واحدة. الفطير مش بيتحط له زيت ولا اي حاجة، هو يا دوب كده انا حطيت معلقة زيت علشان يعني انضف ايديا والم العجينة كويس. ادي كده ما شاء الله اللهم بارك، العجينة اتلمت معايا وزي الفل. هسيب بقى كده العجينة حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع لحد كده ما ترتاح كويس. بعد كده بقى ما سبت العجينة حوالي نص ساعة، يلا بينا كده بقى ايه نكور العجين بتاعنا. انا دهنت ايديا كده بالزيت وبدأت كده اكور العجين، وكمان البولة اللي انا حطيت فيها العجين او كور العجين انا حطيت فيها برضو شوية زيت علشان العجين بتاعي ما يلزقش يا جماعة. ادي كده كوره. انا طبعا مش هقول لكم انا يعني عملت 8 فطيرات او 7 فطيرات او 6 فطيرات. حجم الكوره ده بقى بيكون على حسب انت ما انت عايزه، 4 فطاير 6 فطاير 8 فطاير. في واحده ممكن تعمل من ال 2 كيلو دقيق مثلا 8 فطاير، في واحده هتعمل 6 فطاير. ده كده بقى بيكون على حسب حجم الفطيره اللي انت محتاجاه في الصينيه بتاعتك. عايزه الفطيره كبيره، عايزه الفطيره صغيره، فده بقى كده انت اللي بتتحكمي فيه. ادي كده برضو بدهن ايديا بالزيت، والبوله زي ما قلت لكم فيها زيت، وكورت كده العجين بتاعي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ادي كده العجين بتاعي اهو بيتكور، وادي كده الشكل بتاعه اهو. انا يمكن كمان يعني التصوير مكبر الحجم شوية، لكن انا كنت عاملة الحجم بتاعه له كبير وله صغير. انا كنت عاملة 2 كبار اخدوا معايا الصينيتين مقاس 40، والباقي كان كله وسط.
ادي كده خلصت اهو ما شاء الله التكوير بتاع العجين بتاعي. بس اهم حاجه ادهنوا ايديكم بالزيت علشان العجين قلت لكم فيه يعني سنه كده بتلزق، وكمان العجينه بتاعتنا ما تنشفش. وحطوا كمان في البوله شويه زيت. ادي كده بقى ايه غطيت عليه وهسيبه بقى كده يرتاح حوالي ساعه. اهم حاجه بقى تسيبوا العجين بتاعكم يرتاح. بعد بقى كده الساعه جبت الطبليه زي ما انتم شايفين، وجبت كمان السمنه اللي انا هعمل بيها الفطير بتاعي. عايزه بقى كده تستخدمي سمنه بلدي ماشي، عايزه تحطي سمنه على زيت مفيش اي مشكله. دي كده بقى اول كوره اهي انا بفردها زي ما انتم شايفين ما شاء الله. يعني العجينه طريه جدا وسهله معايا جدا جدا في الفرد، ما فيهاش اي تعب يا جماعه. ليه بقى العجينه معاكي بتتفرد بكل سهوله؟ لان انت سبتي العجينه بتاعتك ترتاح. انا سبتها ساعه، ممكن تسيبوها ساعه الا ربع، ممكن تسيبوها ساعه وربع. كل ما تسيبوا العجين يرتاح كل ما هيكون معاكم سهل في الفرد. الفطير سهل جدا يا جماعه، ما فيهوش اي حاجه. ويعني دلوقتي التكلفه بتاعته غاليه جدا جدا من بره. يعني دلوقتي بنشتري الفطيره بتاعت الفران الحجم الصغير بتكون ب25 جنيه. ادي كده فردت العجينه زي ما انتم شايفين، فردتها بايديا. انا المره دي ما استخدمتش اي حاجه للفرد، هي العجينه بتجري وعامله معايا زي الزبده. بعد كده ما فردتها جبتها كده من اليمين ومن الشمال وكمان من الحروف، بدأت كده أتنيها. وكل تانية بدهن سمنة، كل تانية بدهن سمنة لحد ما عملت معايا الكورة بالشكل ده. جبت بقى كده الصينية وحطيت فيها برضو كده سمنة، دهنت كده الصينية بالسمنة. وهبدأ كده أنزل بأول كورة أنا فردتها. ادي كده ما شاء الله مدورة معايا وملمومة وزي الفل. يلا بينا كده بقى نعمل مع بعض واحدة كمان. انا تقريبا فردت معاكم 4 فطاير ودخلتهم الفرن، والباقي انا عملته كده مع نفسي لوحدي علشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا شايفين ادي الكوره اهو بايديا بتتفرد معايا، مش بتترد ولا اي حاجه. لو العجينه اتردت معاكي يبقى العجينه ما ارتاحتش كويس. ابداوا كده افردوا العجين كويس، العجينه كويسه معايا وبتتفرد بكل سهوله، مفيش اي مشكله. ببدا كده برضو اخد من السمنه وافرد، اخد من السمنه وافرد. انا بقى كده في الكوره دي استخدمت السريع علشان انجز وقت، لان في ناس بتقولي طيب احنا لو عايزين نستخدم السريع او النشابه عادي مفيش اي مشكله، يا بايديكوا يا بالسريع يا بالنشابه. وكمان عايزه اقول لكم ان لو العجينه اتخرمت زي ما انتم شايفين عادي ما تقلقوش يا جماعه. انا عندي ديت بقى ايه الفطيره الكبيره ما شاء الله، يمكن الحجم بتاعها كان واخد حجم الطبليه ومفروده، لان دي كده حجمها كبير. انا برجع كده بالطبليه لورا علشان اوريكم حجم الفطيره. التخريم بقى اللي بيكون في العجينه ده هيتغطى، ما فيهوش اي مشكله، ما تقلقيش من اي حاجه. هيتغطى ازاي بقى؟ هجيب كده بعد ما بفرد العجينه باخد طبعا من اليمين ومن الشمال ومنقفل عليها، فكل ده بيتغطى اهو. بصوا اديني كده اهو بتنيها كده، شايفين الخرم اللي كان موجود خلاص ما بقاش موجود. برضو كل ما بتني كل ما بفرد، كل ما بتفردوا العجين كويس كل التوريق بتاعه ما يكون معاكو يعني ما شاء الله. ادي كده برضو تنيت الجنب اليمين وتنيت الجنب الشمال، وبرضو بفرد اهو وبحط برضو بدهن كده ايديا بالسمنه، وببدا كده ادهن العجينه بتاعتي. سهل جدا يا جماعه ما فيهوش اي حاجه. وكمان حاجه البيت مضمونه، انت عارفه انت حاطه سمنه ايه وعارفه حاطه زيت ايه. ممكن تشتريه من بره من حد ويقول لك ده انا عامله بالسمنه البلدي. ممكن تشتري الفطيره يعني ب 120 جنيه، وصلت ل 80 جنيه الوسط. طيب وعلى ايه ده؟ شويه دقيق وشويه ميه هيعملوا لنا كام فطيره، يعني على حسب كمان يعني حجم الفطيره اللي انت عايزاها، ما فيهوش اي حاجه ولا فيه اي افتكاسات. يمكن انا الفيديو اللي انا عملته معاكم قبل كده على القناه كنت بحط كوره في قلب كوره عادي ما فيش اي مشكله، لكن انا قلت النهارده اسهل عليكم الموضوع شويه واخليكم كده تعملوا الفطيره من كوره واحده، وهتطلع معاكم مورقه وفي منتهى الجمال. ادي كده ايه عملت كده اول فطيرتين، واخدت كده بعد ما كورتهم وحطيتهم في الصينيه اخدت برضو كده بايديا بالسمنه كده زي ما انتم شايفين، وبدات كده ادهن كمان وش الفطيره علشان ما ينشفش. هو تقريبا مش هينشف ولا اي حاجه، ممكن في الاول خالص ينشف لو انت ما حطيتيش عليه زيت، لكن انت طبعا فردتيه بالسمنه وبالزيت فهو مش هينشف معاكي ولا اي حاجه. يلا بينا نعمل كده مع بعض واحده كمان اهي.
ادي كده جبت الكوره زي ما انتم شايفين، وبدات كده الاول كده افردها بايديا. بصوا بتتفرد بكل سهوله، العجينه مرتاحه وزي الفل معايا. كل ما هتسيبوا العجين يرتاح. في ناس بتقول لي ايه، والله يا زوزو انا عملته، كان في ناس كانت بتقول لي كده في الفيديو الاولاني اللي اتفرجوا عليا، دخلوا لي على الخاص وكلموني قالوا لي احنا كل ما نيجي نفرد العجينه بنحس ان هي بتتمط وبتترد تاني. انا قلت لهم يوميها ان ده يا جماعه لان انتوا ما سبتوش العجينه ترتاح. كل ما العجينه ما تسيبوهاش ترتاح، العجينه وانتوا بتفردوها هتترد. كل ما هتسيبوا العجينه ترتاح، العجينه هتتفرد معاكم بكل سهوله وما فيهاش اي حاجه. اهو بصوا انا استخدمت السريع انجازا بس يا جماعه للوقت، لكن والله انا عملت معاكم اول واحده بايديا اتفردت معايا بكل سهوله، ويعني ما فيش اي حاجه كانت صعبه معايا. اهو بصوا افردوا. ما تشتروش يا جماعه الحاجه دي من بره، حاجه البيت انا بقول لكم دايما في كل فيديوهاتي ان هي بتكون مضمونه وبتكون نظيفه، وانت عارفه انت عملتي ايه وحطيتي ايه واستخدمتي ايه، وعارفه ايديكي نظيفه ومطبخك نظيف. حاجه البيت يا جماعه دايما بتكون احسن كتير كتير من حاجه بره. اهو كده بصوا افردوا كويس جدا. في ناس يعني بتاكد كده في الفرد على الحروف، لا خلوا بالكم كمان يا جماعه من نص الفطيره، لان ممكن من النص تكون تخينه شويه. انا عايزه الفطيره كده يبان كده اللي هو انتوا شايفين اللي هو اللون الشفاف، تكون رقيقه جدا جدا علشان تكون الفطيره معاكم مورقه. ادي كده تنيت الجنب اليمين وبرده بفرد، وهتني برده كده الجنب الشمال، بحط ده كده على ده وبرده بفرد بايديا وبدهن بالسمنه اهو كده زي ما حضراتكم شايفين. وهتني برده كده الحروف اهو، ادي كده الحرف اليمين وبرده ده بدهن بالسمنه، وادي الحرف الشمال ببدا كده كل تانية ادهن بالسمنه لحد كده ما الم كده العجينه معايا وتبقى عامله معايا زي الكوره. طبعا يا جماعه مفيش اسهل من كده. ان شاء الله حبايب قلبي بعد ما تشوفوا الفيديو بتاعي باذن الله تجهزوا حاجتكم. اظن طبعا كلنا عندنا الدقيق وكلنا عندنا السكر وعندنا الملح، يعني كل حاجه بتبقى سهله وكل حاجه في البيت ومش بتاخد معاكي وقت ولا اي حاجه. الفيديو بقى اللي كان قبل كده انا عملته معاكم على القناة، كنت بفرد العجينة وكنت باخد وبفرد الكورة التانية وبحط كورة في قلب كورة. هو بيكون ليه كذا طريقة للتوريق، مفيش اي مشكلة، ممكن تعملي بالطريقتين، وفي طريقة تالتة بإذن الله ان شاء الله هبقى اعملها معاكم في فيديو تاني. لكن انا النهاردة قلت كده ايه اسهل عليكم الموضوع وما بنحطش حاجة في قلب حاجة. زي ما انتم شايفين هي كورة واحدة بس طبعا بتكون كبيرة وبتتفرد كويس وبيتقفل عليها كويس علشان تدينا التوريق والطبقات اللي حضراتكم هتشوفوها في آخر الفيديو. ادي دي كده بقى اخر واحدة انا هعملها معاكم، وان شاء الله هكمل معايا بقية الكمية كده مع نفسي علشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا عملت معاكم 4 علشان بس كده ايه تاخدوا بالكم انا عملت ايه. وان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الفطير في البيت ومش هتشتروه تاني خالص خالص من بره. ادي كده اهو فردت الفطير بتاعي اهو بالسريع. انا الاول كده بفرد بايديا لحد كده ايه ما الكوره تكبر معايا شويه، وبعدين بستخدم السريع. واكدوا برضو زي ما قلت لكم من النص علشان الفطيره ما تبقاش تخينه من النص ومن الحروف تبقى رقيقه. اهو كده بصوا بدأت كده ادهن بالسمنة وافرد برضو بالسريع زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله الفطيرة يمكن تقريبا كانت واخدة حجم الطبلية، يمكن التصوير كمان مش بيكون مبين قد كده. انا كده يعني حاولت كده اظبط الكاميرا علشان تبين لكم حجم الفطيرة وتبين لكم الفرد. اهو كده فردت وتنيت اهو من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال، وبرده باخد كده من السمنه وبدهن، باخد من السمنه وبدهن. السمنه دي بقى كده برده اللي هتخلي الفطير معايا مورق وزي الفل، وكمان في التسويه بتاعته مش هياخد وقت. لما اجي برده كده هدخله الفرن هقول لكم برده كده على شويه حاجات للتسويه. ادي كده لميت العجينه او الكوره وجبت برده كده الصينيه وحطيت فيها برده كده شويه من السمنه،
برضو حطيت فيها الكورة. طبعا كده انا بعد ما كورتهم وحطيتهم في الصواني انا سبتهم برضو كده يرتاحوا حوالي نص ساعة علشان نعرف نفردهم في الصينية. سيبوا العجين يرتاح علشان يكون سهل معاكم في الفرد. ادي الاربعة اهم سبتهم نص ساعة. ويلا بينا كده بقى ايه بعد النص ساعة هوريكم ازاي اتفرد معايا بكل سهولة وما تعبنيش في الفرد ولا اي حاجة. ادي كده الاربع فطاير اهم. وده كده بعد النص ساعة هاخد كده بقى كده اول فطيرة هوريكم كده بقى وانا بفردها في الصينية. بصوا لو تلاحظوا ان انا يا دوب كده بطبطب بايديا ان انا يعني مش بضغط جامد اهو. ركزوا معايا انا يا دوب كده بطبطب على العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة. انا سبتها بعد ما فردتها ارتاحت حوالي نص ساعة اهو. بصوا ادي كده اول واحده ادي تاني واحده اهي. يا دوب كده بطبطب على العجينه ما شاء الله بتتفرد اهو. بصوا يعني واخده ما شاء الله حجم الصينيه كلها اهو. يبقى ده كده علشان انا سبت العجين بتاعي يرتاح. يمكن كمان العجين عامل معايا فقاعات يعني بيقول لي ان العجينه بتاعتك ما شاء الله يعني كويسه ومظبوطه. يمكن كمان العجين المره دي معايا اسهل من الفيديو اللي انا عملته قبل كده. خلوا بالكم بس من الحاجات اللي انا قلت لكم عليها وخلوا بالكم من نوع الدقيق. يعني انتوا ممكن تعملوا كل حاجه انا قلت لكم عليها وتمشوا على كل الخطوات وفي الاخر يبوظ منك. تقولوا ايه طب ما انا عملت نفس اللي زوزو قالت عليه ليه الفطير مثلا ما طلعش معايا مظبوط زي هي ما قالت. ده بقى يا جماعه بيكون العيب مش فيكي العيب بيكون في الدقيق. خلوا بالكم من نوع الدقيق لان في دقيق بيشرب سوائل كتير. في دقيق ممكن يشرب السمنه والزيت كتير. فخلوا بالكم من نوع الدقيق يا جماعه. وانتوا بتشتروه من عند العطار قولوا له احنا عايزين دقيق علشان انا هعمل فطير مشلتت. لازم يا جماعه الدقيق يكون فيه عرق علشان الدقيق بتاعكم يبقى كويس ويطلع لكم الفطير مظبوط. ادي كده بصوا ما شاء الله العجينه اتفردت معايا بكل سهوله. ادي كده رابع واحده اهو. انا بطبطب والله يا جماعه على العجين واخدين بالكم اهو. اتفرد معايا بكل سهوله ما فيهوش اي حاجه. العجينه معايا مرتاحه وزي الفل. يبقى ده كده الاربع فطاير. وقلت لكم على شويه تريكات وحاجات ان شاء الله هتعملوها وتاخدوا بالكم منها وهتطلع معاكم الفطير زي الفل. يلا بينا كده بقى ايه ننزل بقى كده على وش الفطير بشوية قشطة. انا جايبة بقى كده شارية القشطة دي مخصوص علشان الفطير. انا استحالة اعمل فطير من غير القشطة. ممكن ما تحطيش قشطة عادي مفيش اي مشكلة هيطلع معاكي برضو الفطير مورق وزي الفل. لان انا كمان حط عليه سمنة بلدي. في ناس تقولك طب انا لو مش عايزة نحط سمنة بلدي عادي مفيش اي مشكلة. دي يا جماعة بيكون مقدرة بس لتعزيز الطعم لازم نحط سمنة بلدي. ممكن يعني تحطي زيت على السمنة علشان برضو يديكي كده ايه طعم الفطير المشلتت البلدي الفلاحي بتاعنا اهو. بصوا ادي القشطه كده فردتها اهو على الوش. يلا بينا كده بقى ايه ندخل كده اول اتنين انا فردتهم الفرن. عايزه بقى نقولك الفرن لازم تكوني مشغلاه قبل ما تحطيه الفطير بتاعك قبلها بربع ساعة. لازم الفرن بتاعك يكون حامي ويكون سخن يا جماعة. الفطير ده بقى يعني عايز نار تكون عالية. لو انت الفرن بتاعك النار بتاعته مش عالية ممكن تحطيه على الصاجة من تحت يعني ما تحطوهوش على الشبكة. طبعا انت بتبقي عارفه الفرن بتاعك التسويه بتاعته وعارفه النار بتاعته. فالفطير يا جماعه بيكون عايز نار عاليه علشان برضو ما ينشفش منك. يعني خلي بالك ممكن برضو الدقيق يكون كويس وفي الاخر برضو الفطير ينشف. طب الفطير نشف من ايه؟ علشان التسويه بتاعته كانت النار بتاعته ما كانتش عاليه. ادي بقى بصوا يا جماعه دول اول كده اربع فطاير انا عملتهم ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شايفين الشكل والجمال والطراوه والتوريق. عايزه نقول لكم الريحه بتاعته قلب الدنيا حرفيا. وما شاء الله طالع معايا طري. وجبت بقى كده شويه عسل وحتتين بقى كده جبنه قديمه. عايزين برضو تحطوا حته قشطه كده تاكلوا بيها. عايزه نقول لكم من اجمل المرات اللي انا عملت فيها الفطير وطلع كمان اجمل ما عملته معاكم المره اللي فاتت. انا كده دول كده اول اربع فطاير انا عملتهم. انا كان لسه عندي باقي فطير بس انا زي ما قلت لكم انا هعمل معاكم الاربعه دول الاول علشان ما اطولش عليكم الفيديو. والتانيين هعملهم طبعا العجين بتاعهم مرتاح ويعني مش هيتعبني في اي حاجه.
ادي بصوا شايفين بقى كده القشطه خلت اللون بتاع الفطير عامل ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الطريقه بتاعتي وتطلع كمان احسن مما انا قلت لكم عليها. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك. ارفعوا الفيديو يا جماعه باللايك بتاعكم، وقنواتنا زي ما قلت لكم صغيره، فحاولوا كده بقى ايه تحطوا الاشتراك علشان القنوات بتاعتنا تكبر. بقى كده